أجرى أطباء عملية ولادة قيصرية غريبة لاستخراج هاتف محمول من رحم امرأة بعد حادثة إهمال طبي خطيرة قام بها أحد الأطباء في مستشفى بالأردن. وقد بدأت تلك القصة الغريبة عندما قامت سيدة أردنية بعملية ولادة قيصرية بأحد المستشفيات، حيث نسي الطبيب الذي أجرى العملية هاتفه المحمول داخل بطنها. بعد 3 أيام من عملية الولادة شعرت الفتاة بارتجاج في بطنها مع عدم قدرتها على الحركة، وعلى الفور ذهبت الفتاة إلى أحد المستشفيات لإجراء فحص إشعاعي بالرنين المغناطيسي لتجد في بطنها جسما غريبا بطول 7 سنتيمترات، مما اضطر الأطباء إلى إجراء عملية قيصرية ثانية لإخراج هذا الجسم الغريب الذي اتضح بعد إخراجه من بطنها أنه هاتف محمول. الجدير بالذكر أن نقابة الأطباء الأردنية أعلنت أن هناك إحصائيات تضم عددا كبيرا من البلاغات عن حوادث إهمال طبي مماثلة لهذه الحادثة في الأردن.